ما تعرفوش انتوا وحشتوني قد ايه، قد الدنيا كلها. النهارده بجد انا جايه لكم بحته فيديو بجد تحفه تحفه تحفه. النهارده هنعمل مع بعض اكله السمك الماكريل، بس ما تنسونيش اول حاجه بدعوه حلوه من قلوبكم، وما تنسوش عمل لايك وشير للفيديو، وان شاء الله اتمنى ان هو يعجبكم. بصوا الجمال والحلويات ده. النهارده هعمل معاكم السمك الماكريل بس بطريقه جديده جدا. عايزه اقول لكم ان السمك ده ليه فوائد عاليه جدا. اسمعوها بقى معايا طول الفيديو واستفيدوا منها بجد، مش هتبطلوا ان انتوا تعملوه. بس عايزه اقول لكم ان ده بجد مفعوله جامد جدا. اهم حاجه ان انت تجيبيه من مكان طبعا بتاع سمك يكون موثوق منه، وتكوني بتتعاملي معاه وتنقيه بالواحده. عايزه اقول لكم النهارده ان انا هعمله معاكم بالبطاطس. ايوه بالبطاطس، هنعمله بالبطاطس وبالجزر. حضري حاجتك. يا دوب انا جبت كام بطاطسيه كده حجم وسط، وجبت بصلتين، وجبت كام جزرايه كده. انا هنا كان عندي جزرتين وسط بصراحه ما كانش فيه الا هما، وجبت كام طماطميه حلوه كده. صلي على النبي يا جماعه في التعليقات اهم حاجه، عشان خاطر اتمنى النهارده المعلومات اللي هقولها ان هي تفيدكم. كده انا بجهز عندي البطاطس. عايزه اقول لكم ان بجد السمك الماكريل فيه نسبه فيتامينات عاليه جدا، وفيه نسبه بروتين كمان عالي جدا يا جماعه. بيفيدنا بايه بقى؟ بيفيدنا في حاجات كتير جدا. اولا ان هو بيقوي عظام جسمنا، بيخليها قويه كده عشان نقدر ان احنا نقف على رجلينا، وان هي تقوي جسمنا كويس جدا. وكمان بيقوي الذاكره عشان نعرف ان احنا نذاكر كويس، وان احنا نشتغل كويس ونركز في كل حاجه احنا بنعملها. كملي معايا الفيديو. انا شايفاكي على فكره انت ما عملتيش ولا لايك ولا شير. ساعديني عشان خاطر اقدر ان انا اعمل لكم فيديوهات بالجمال والحلويات دي. طبعا زي ما شفتيني كده يا اموره انت وهي، جبت البطاطس وقطعته مكعبات صغنونه، وطبعا الطماطم قطعتها برده مكعبات صغنونه، وبالتالي برده البصل زي ما انتوا شفتوه كده قطعته برده صغير. جبت المبشره الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، وغسلت الجزر كويس جدا، وببتدي ان انا ابشره. الاكله بجد هي سهله، وزي ما انتوا شايفين مليانه شويه عناصر غذائيه، بجد كل حاجه فيها مفيده. جبت الطبق اللي انتوا شايفينه ده، وحطي بقى كل المكونات الجميله دي على بعضيها. عايزه اقولك ان انت لما تاكلي ولادك من السمك ده بجد يعني الذاكره على طول دايما هتتنشط عندهم جدا. اللي انت مش هتلاقيه بجد المعلومه دي غير عندي انا في الفيديو ده. ده بيقوي جهاز المناعه، وكمان علشان خاطر التخسيس كمان مفيد، ان هو بيحرق الدهون اللي في جسمك. ايوه فعلا بيحرق الدهون اللي في جسمنا. شفتوا بقى يعني دلوقتي ان هو بيساعد على تقويه العظام، وكمان بيحرق الدهون، وكمان المناعه بتاعت جسمنا بتتقوى. زي ما انت شايفه كده انا قطعت البطاطس وجهزت كل حاجه وحطيتها على بعض، وجبت الليمون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا السمك يعني ليمون، حلاوه السمك لازم يكون بالليمون. كده انا جهزت كل المكونات على بعضيها، وهبتدي ان انا اعصر الليمون. حطي ليمون براحتك زي ما بتحبي، كمان بيديله طعم ومزازه حلو جدا. طبعا الخلطه اللي انتوا شايفينها دي ببتدي ان انا اقلبها زي ما انتوا شايفين كده، وزي ما انتوا شايفين معايا. طبعا النبي عربي، انا ببتدي ان انا قلبت بايدي شويه بالمعلقه شويه بايدك. المهم ان طبعا بنهتم ان احنا بالنظافه يا جماعه. قلبته حلو، والتكايه الاخيره طبعا شويه الزيت حطيتهم. وهنبتدي بقى طبعا بعد ما غسلت السمك الماكريل غسله حلوه جدا، هتفرشي بقى في الصينيه بتاعتك اللي هتدخليها الفرن. حطي في الارضيه شويه من المكونات الجاهزه، وكمان مش هنحط في الارضيه بس من المكونات الحلوه بتاعتنا دي، ده احنا كمان هنعمل الحشو بتاع الماكريل زي ما انتوا شايفين كده. واوعوا تنسوا اهم حاجتين قلتلكوا عليهم، التوم، كام فص توم، والليمون يا جماعه. هم دول اساس اي اكله سمك. زي ما انتوا شايفين انا بس حطيت نسبه ربع كوبايه ميه بس. وما تنسوش ان السمك اصلا بينزل الميه بتاعته اللي انت غسلتيه، كل ده هينزل اثناء التسويه بتاعته. كل الميه بتاعته دي هيتشرب البطاطس، وهيتشرب كل حاجه انت حطيتيها على السمك بتاعك. اكلتنا ايه رايكم فيها؟ قولوا لي بجد، انا بستنى تعليقاتكم علشان تقولوا لي ايه رايكم في الجمال والحلويات ده. بصوا بجد الشكل هينطق جوه الفرن.
وكمان يا جماعة بجد الطعم واو، طعمه تحفة بجد. ويا سلام بقى على الحلاوة، ان كمان لما تلاقي البطاطس اتشرب من السمك. عايزة اقول لكم ان الاكلة دي جامدة جدا، واللي هيجيب ويعمل منها بجد هيدعيلي. وخلي بالكم ان الاكلة غنية بفوائد وعناصر جامدة جدا زي ما قلت لكم كده في بداية الفيديو. ما تنسونيش بدعوة حلوة من قلوبكم، تنزلوا على طول تعملوا لايك وشير للفيديو. بصوا اصلا عامل ازاي، شايفين ان هو اصلا جوسي ازاي، تحفة يا جماعة بجد. الاكلة دي بجد ما تنسيش ان انت تعمليها لبيتك ولولادك ولجوزك، بجد يعني تحفة بجد.